مساء الفل. والله انت لو منتمي لنادي الزمالك فانت يعني بص، كل يوم عندك احداث جديده، كل يوم في سسبنس. اخر حاجه حصلت امبارح، رئيس النادي الظهر طلع قال ان كابتن اسامه نبيه بعد الشر عليه يعني عنده شبه ذبحه صدريه. الناس طبعا قلقت يعني بصرف النظر بقى اهلاويه ولا زملكاويه. مفيش حد في المرض بيفرح، كل الناس قلقت عليه، وراجل محترم جدا يعني كابتن اسامه من الناس المحترمه يعني. فالناس قلقت عليه جدا، والاعلام اتكلم عن الموضوع وبتاع، والموضوع اثار جدل يعني. المهم يعني يطلع بالليل بقى كابتن اسامه نبيه يقول ايه؟ يقول ان رئيس النادي اللي هو شغال مدرب فيه، رئيس النادي طلع عليا اشاعه ان انا عندي ذبحه صدريه وانا ما عنديش اي حاجه، والموضوع ده عمل لي مشكله كبيره، وان اسرتي كلها جت جري تطمن عليا في النادي، وان انا والدتي كانت داخله العمليات، لو خبر زي ده سمعته ممكن بعد الشر تروح فيها، وان انا سليم، وانتوا لو عايزين تمشوني ما تموتونيش. يعني انت متخيل؟ انت سمعت الكلام ده في حته في الدنيا؟ سمعت الكلام ده في نادي في العالم؟ يعني انت شايف المجال الوسط الرياضي في مصر عامل ازاي؟ يعني انت رئيس نادي بتطلع على المدرب العام بتاعك بتقول عليه ان هو عنده انه مريض، ويعني مرض مش قليل، مش حاجه قليله، والراجل سليم. فيعني دي طبعا نادره تنضاف لنوادي نادي الزمالك يعني. المشكله برضو طب انت يا كابتن اسامه يعني ايه اللي خلاك قاعد؟ يعني انت بعد ما سمعت حاجه زي كده قاعد ليه؟ يعني يا جماعه، ما هو انتوا برضو يعني لما بيحصل الكلام ده وانتوا ساكتين وتكتفوا بس ان انتوا تنفوا الخبر، فالموضوع بيحصل فيه تمادي، يعني رئيس النادي بيفضل يتمادى بقى. يعني برضو فريرا نفس الكلام، لما جه ماشي قبل ما يمشي برضو قال لك اصل هو كبر وخرف، وان بيجي له هلاوس واوهام وكلام صعب. وفريرا المفروض انه مدرب، يعني على كلام اللي هو احنا عارفينه الاعلام اللي بيروجه يعني انه مدرب عالمي، المفروض انه مدرب عالمي. انت مشيت بسبب الكلام ده، طب رجعت ليه؟ يعني انت المفروض واحد تحترم نفسك وسنك ومكانتك، وان انت اساسا مش محتاج الشغل ولا محتاج فلوس، كنت خلاص بقى يعني حتى لو ايه طلبوك وهيدوك ضعف اللي بيديهولك، المفروض ان انت مستحيل ترجع. فانت رجعت ليه؟ ما تفهمش. اكن كل الناس لما بتخش منظومه نادي الزمالك كلها بتطبع بالطباعه دي. فيبقى مثلا واحد مدرب يسمع الكلام عليه وعادي، ولكن في حاجه لعيب يتقال عليه انه بياخد منشطات ولا ستات ولا مخدرات وعادي، مفيش حد بيعترض، مفيش حد يعني ايه كرامته بتنقح عليه يا جماعه في الحاجات دي. يعني المفروض ان يعني انسان كرامه، المفروض ان واحد يتنقح عليه كرامه يرفض الكلام ده بقى بشكل قاطعي، لكن لا تحس ان ايه ان يحصل الكلام ده وبعدين ولا كأن في حاجه حصلت خلاص. فيعني ربنا يهدي. الناحيه الثانيه بقى كابتن محمد شريف، بعد ما ضيع علينا ميداليه كاس العالم للانديه، الميداليه البرونزيه، الفرص السهله قوي اللي ضيعها دي اللي كانت خلصت الماتش، ماتش فلامينجو، طلع امبارح طبعا بعد الغضب الجماهيري الكبير عليه يعني من ساعتها، طلع امبارح وقال انه اسف وبيعتذر وان حالته صعبه جدا وانه مقدر زعل الناس، وانه بيتعهد ان هو في اللي جاي مش هيحصل كده تاني. ما هو المشكله يا كابتن شريف ان مفيش جاي يعني مفيش جاي. يعني الكوارث اللي انت بتعملها كل يوم والتاني دي، كل ماتش يبقى مهم وتعمل لنا مصيبه فيه، ما خليتش ليك رصيد عند الناس تستحمل اللي جاي. انت راجل محترم ولاعيب كويس، بس مش قد ان انت تبقى المواجب الصريح للنادي الاهلي. يعني انت ممكن تنفع في نادي انبي، في المقاولين، مع احترامنا لكل الانديه يعني، لكن انت تشيل هجوم النادي الاهلي صعبه جدا، كبيره عليك. الضغوط دي اصل برضه يا جماعه الضغوط ما بتبقاش سهله على كل لعيب. يعني في لعيب تقدر تستحمل الضغوط ويلعب فرقه صغيره، ما يقدرش يعني يقدر يلعب في فرق كبيره وعادي، وفرق لعيبه ثانيه، في لعيبه ثانيه ما بتقدرش تستحمل ضغوط الفرق الكبيره، بتبقى الفلنه تقيله عليهم. فتلاقيه مثلا الفرقه الصغيره مبدع وعامل واخد هداف الدوري، اول ما يجي في نادي كبير يروح غياب النسيان. يعني هي دي بتبقى قدرات عقليه اللعيب بقى وقدرات نفسيه، مش كل لعيب بتستحمل الكلام ده. وطبعا احنا يعني محمد شريف وقفشه كمان تحديدا يعني هنحط معاه ان هما الاثنين مرتبطين ببعض في الملعب وبره الملعب، يعني ما بقاش ليهم رصيد ان جماهير الاهلي تسمح ان هم يبقوا موجودين في ماتشات ويشيلوا ماتشات، خصوصا مراكزهم مهمه جدا في الملعب. يعني قفشه صانع لعب، محمد شريف المهاجم، اللي هو مفيش حد ممكن جنبك في الملعب يشيلك، انت المفروض تشيل نفسك وتشيل الفرقه معاك. فمبقاش حد قادر عنده بقى طاقه ولا اعصاب انه يستحمل اللي هو ايه كل ماتش والتاني مهم، وتيجي انت تروح ايه مضيع لنا ماتش. يعني برضو
زي كده برضو كره ريال مدريد بتاعت قفشه برضو قدام الجون والجون فاضي راح حطها في السماء في وقت قاتل وانت خسران 2-1. الكره دي كانت خليتك اتعادلت وخليتك رجعتك لماتش تاني بقوه، راح مضيعها في السماء. قبلها برضو كام اسبوع ماتش فيوتشر في الدوري متعادل 0-0، بيلين هو اتصدر له حطها في العارضه، وهكذا. نفس الكلام في شريف ده في فرص ماتشاته معقده، ماتشات معقده جدا، وتجيله فرص سهله قدام الجون بيضيعها. فانت كمهاجم ولاعب كبير ما كنتش تبان في الماتشات المهمه، ما تبقاش لي يعني ايه، ما يبقاش ليك لازمه يعني. انتوا الرصيد بتاعكم اللي هو كنتوا كونتوه في كام ماتش قبل كده مش هيفضل طول عمركم عايشين عليه. يعني مفيش لعيب كوره بيفضل عايش على رصيد انه مثلا قفشه عمل قاضيه في ماتش القرن، مش هيفضل عايش العمر كله عليه. لعيب الكوره ما بيقدرش يعيش كده، ولا الجماهير بتستحمل منه كده. لعيب الكوره الاهم من ده كله فيه الاستمراريه. يعني زي مثلا محمد ابو تريكه اسطوره الاساطير في النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب. محمد ابو تريكه ما بناش اسطورته على ماتش بتاع رادس بتاع الصفاقس لما جاب الجون في الدقيقه 93. محمد ابو تريكه اسطورته اتبنت على مدار ال8 9 سنين اللي لعبهم في الاهلي، فضل يأدي فيهم بشكل جامد جدا سواء بره او جوه او مع المنتخب. هي الاسطوره بتتبني كده، مش ان ماتش واحد يعمله وينام عليه. ياما لعيبه عملت كده وراحت، يعني ياما لعيبه بنت اسطورتها على ماتش واحد وخلاص راحت بعد كده. شفنا نماذج كتيره بره وجوه. فما اعتقدش ان محمد شريف هيبقى ليه رصيد تاني ان هو يبقى موجود. وبصراحه يعني اداره الاهلي ليها كل احترام، لكن كانت غلطه كبيره ان هو في فتره الانتقالات الصيفيه ما دعمش بمهاجم كبير، كانت فرقت معانا جدا 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 بصراحه يعني. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ويا رب كده نعرف نعدي بقى الفتره الكام شهر دول اللي احنا فيه دون من غير مشاكل، وما نحتاجش يكون حد مهاجم كبير لغايه ما نوصل للصيف ونشوف مهاجم كويس بقى يخلص لنا فرص والحاجات اللي عماله تضيع علينا والنقط والماتشات المهمه اللي بتضيع علينا. السلام عليكم.